اهلا بكم في فيديو جديد قبل اطلاقة iOS 18.3 بيتا 3 الاصدار التجريبي الثالث امبارح. تعالوا نعرف ايه المميزات الجديدة وايه التغييرات اللي حصلت. يلا بينا نخش على الموضوع على طول. يلا بينا. ابل اطلقت iOS 18 كالعادة بوينت 3 الاصدار التجريبي الثالث اللي هو مفهوش اي مميزات جديدة. هو الاصدار ده عامة بيشمل اصلاحات وتحسينات في النظام، انما كمميزات دي هتكون في iOS 18.4. كل اللي انت منتظره في التحديثات بتاعت iOS 18.3 هي اصلاحات واستقرار النظام اكتر للاخطاء اللي فاتت. التحديث ده نازل بمساحة 600 وكسور ميجا بايت للايفون 15 وايفون 16 750 تقريبا. وطبعا ما بنصحش اي حد يحدث تحديثات البيتا دي التجريبية عشان ما يقابلش مشاكل، لان تحديثات البيتا او تحديثات المطورين دي بتكون للمطورين مش للاستخدام العامة للناس كاستخدام يومي وكده. هتقابل مشاكل كتير جدا. بالنسبة للتحديث ده انا بالنسبة لي التحديث مستقر جدا، الاداء ممتاز جدا، مسجل اعلى اداء للجهاز عن بقية الاصدارات اللي فاتت. فاحنا بنتكلم ان الاداء هنا كويس جدا، بس مش معنى كده ان انا احدث التحديثات دي بالنسبة اللي انت مستخدم iOS 18.2.1 او iOS 18.2 الرسمي. فخليك على الاصدار ده، ما تحدثش لتحديثات البيتا، استنى ما ينزل التحديث الرسمي بتاعه. هو كمان اسبوعين 3 من النهارده، فنستنى تحديثين كمان وهيكون الار سي نزل والتحديث الرسمي الاسبوع الثالث. طيب، من ضمن التغييرات اللي حصلت في التحديث ده وهو النوتيفيكيشن، الاشعارات، ملخص الاشعارات للناس اللي مشغله ملخص الاشعارات في الذكاء الاصطناعي مفعلين اللغه الاجنبيه. هتلاقي الخط مايل شويه، اللي هو الخط شكله مايل عن الاول كان الخط عادي جدا. فالتغييرات طفيفه. برضو من ضمن التغييرات اللي حصلت في التحديث ده ان انت تقدر تفصل او تلغي اعداد ملخص الاشعارات عن تطبيق معين زي الميل او اي تطبيق تاني. نتكلم برضو من التغييرات اللي حصلت في التحديث ده من ساعه ما نزل، وهو الآلة الحاسبة اللي انت دلوقتي لو جبت حسبت اي حاجة هتلاقي قدامك بيحسب، تقدر تضربه في ضرب 3 تاني. دي من ضمن التغييرات اللي حصلت اللي كانتش موجودة في iOS 18.2. تمام. بس هو ده اداء النظام كويس مستقر حلو جدا. لو انت على iOS 18.3 بيتا، حدث لبيتا 3 مفيش اي مشكلة، الاداء هيكون افضل وسلاسة النظام هتكون افضل. بنتكلم برضو لو انت على iOS 18 الرسمي بوينت 2 بقى بوينت 2.1، خليك زي ما انت ما تحدثش الاصدارات البيتا لان نسبة البطارية ما تقلش. خليك على النظام الرسمي احسن، مستقر اكتر من التحديثات التجريبية. لو دخلنا على البطارية هنلاقي ان البطارية نزلت 1% معايا، كانت 89% بقت 88%. فده من ضمن الشروط اللي بقولك ما تحدث التحديثات التجريبية لانها بتدمر البطارية حرفيا. وبس، هو ده تحديث النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو قابلتك اي مشكله اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.